حان الآن بتوقيت خلي العيال أقول لك قومي خدي فيتامين د ليكي وطفلك. إيه اللي بيتقال ده؟ كل شوية أجي أقول يا جماعة بعد إذنكم نسبة فيتامين د بتاعتنا قليلة في الأرض، سواء كان العيال الصغيرين وناتج عنها شوية مشاكل صحية بما فيها المناعة اللي تعبانة، وبين إن العيال مقريفة بزيادة أو عندهم مشاكل في العظام أو بيتأخروا في الحركة. وبالنسبة للكبار لما نقول يا جماعة لو أنت عملتي نسبة الفيتامين د في المعمل هتلاقيها في الأرض أقل من 20 وهترجعي تعيطي وتقولي يا لهوي أنا هاخد حقن يا أولاد. قلت لها ما هو لو أنت كنت سمعتي خالي العيال وأخدتي فيتامين د واديتي لطفلك من نفس النوع في نفس اليوم، ايه ده يا دكتور هو ينفع؟ هو انا ما قلتلكيش انه ينفع؟ طب ينفع ازاي؟ ينفع مع حاجه جميله جدا لطفلك اسمها فور كيدز دي 3. خدي بالك جرعه طفلك هي نقطه واحده في اليوم اول سنه، وبعد السنه تبقى نقطتين، والام بتاخد 5 نقط. فلو انت حسبتيها العبوه دي كلها ممكن تكفي الولد او النونو ومامته فتره حلوه قوي. هتقولي لي يعني ينفع يا دكتور؟ هقول لك ينفع. جسمك بعد حمل وولاده جسمك محتاج قد جرعاته اضعاف اضعاف، فلما اقول ان ام العيال محتاجه جرعتها حتى من الفوركيدز دي 3 من نقطتين ل3 وطفلها محتاج نقطه، يبقى مش شغلانه. وكمان العبوه بعد ما بتتفتح خدوا بالكم هي محطوطه على كوكونات اويل او على زيت جوز هند، يبقى هياخد معانا فترة مستمرية يمكن لحد 6 شهور من تاريخ الفتح. وبالتالي بقول لكم خدي بالك الفوركيدز دي 3 هي نقطة واحدة لطفلك و3 ل5 نقط بالنسبة للأم عشان خاطر جسمها. وعشان نبقى عارفين إن الفوركيدز دي 3 النقطة الواحدة فيها 400 وحدة يتاخد لطفلك كل يوم. بواخد التطعيم أو تعبان أو نزلات أو أدوار البرد أو السخونية، الفوركيدز دي 3 جرعته اليومية مستمرة محدش يوقفها. الفوركيدز دي 3 العبوة لو فتحناها تقعد معانا 6 شهور، حاجات تانية غيرها من شهر لشهرين، التالت كفاية خالص. ليه؟ علشان خاطر الفيتامين د بتاعها متحمل على مادة زيتية، لكن التانيين ما تحملش عليها، وبالتالي الزيت اللي هو متحملة عليه يديها فرصة صلاحية توصل لحد 6 شهور. وبالتالي هي النقطة اليومية، وحضرتك ممكن تاخد الجرعة بتاعتك من نقطتين ل5 نقط كمان مع طفلك ياخد نقطة واحدة. لو اديتيله النقطة التانية بالغلط مفيش أي داعي للقلق. فور كيدز دي 3 يلا لطفلك وأوام الدين. خلي العيلة نعصام.